هلو السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في قصه جديده في القناه ديالنا. هاد القناه اللي كما عودتكم كتجيب لكم القصص اللي ماشي عاديه، واللي كنحاولوا نحفروا في الاعماق ديال القضايا اللي حيروا العالم. كنسمعوا الاصوات ديال الضحايا وكنحاولوا نفهموا شنو كاين وراء هاد الغموض. فمرحبا بكم في عالم التحقيق والظلام، العالم اللي ما كيعرفش الرحمه. هاد الليله غادي نناقشوا واحد من اخطر الملفات اللي عرفها التاريخ الامريكي. ملف اللي بقات فيه الشرطه الصراحه تالفه، وحتى العقول بقات حيره. المجرم كان كيرسل رسائل مشفره وكيتنص على المحققين بهذا المعنى. فندوزوا لاحداث القصه، يلا مشينا. نيويورك، سان فرانسيسكو، في نهاية الستينات. كانت البلاد عايشة واحد الزمن اللي كان فيه بزاف ديال القلق، بحيث انه كانت الحرب في الفيتنام، فالشوارع كانت فيها بزاف ديال الفوضى والعالم عامر بالرعب. وسط هذاك الظلام تيخرج ديما واحد الصوت كيكتب للصحافة، كيهضر مع الناس من بعيد وتيكتب ليهم: انا القاتل زودياك، انا اللي كنقرر شكون يعيش وشكون يموت. هاد الجملة خلات بزاف ديال الناس يتساءلوا شكون هو هاد زودياك. زودياك ما كانش بحال اي قاتل متسلسل اخر، ما كانش كيهرب من الشهرة، بالعكس هو كان كيموت على الشهرة. كان كيتلاعب بالشرطة وكيبقى يصيفط لهم واحد الرموز مشفرة دائما، وديما سابقهم بواحد الخطوة الا ما كانش بزاف ديال الخطوات. في نهار 20 دجنبر من سنة 1968، اللي كانت واحد الليلة باردة والسما ما فيها لا قمر ولا نجوم، في واحد الطريق مهجورة بالقرب من بحيرة هيرمان في ولاية كاليفورنيا، توقفوا واحد جوج ديال المراهقين اللي كانوا داخل سيارة. كانوا باغيين يعيشوا لحظة حب بسيطة، ولكن هاد الليلة ما كانش غدوز عليهم بحال كاع الليالي، حيت كان واحد الشخص آخر كيراقبهم من بعيد. الطوموبيل كانت واقفة وجالسين في أمان الله، حتى لواحد الوقيته كيتسمعوا الصوت ديال الخطوات اللي تيقربوا من هاد الطوموبيل. فجأة غيتشعل عليهم الضوء وغادي نسمعوا الصوت ديال الرصاص. سمعوا طلقات نارية كانت كافية باش هداك الصوت ديال الليل يسكت من الحياة. نهار من وراها هاد الجريمة خرجت في الجرائد، والناس قالوا على أنها مجرد جريمة حب فاشلة، ولكن الحقيقة كانت بداية ديال واحد الكابوس اللي ما غاديش يسالي. دازت على هاد الجريمة أيام وشهور، حتى داز تقريبا 7 ديال الشهور، حتى البوليس واحد النهار غيتفاجئوا بواحد المكالمة غريبة، بواحد الصوت بارد اللي قال لهم: أنا هو اللي قتلت هادوك الجوج ديال الناس في الليلة ديال 20 دجنبر، ودابا في هاد الوقيته اللي كنهضر معاكم راني عاوتاني قتلت واحد جوج اخرين. كيقولوا على انه الصوت ما كانش كيغوت او لا كان خايف، بالعكس كان هادئ، بحال شي واحد كيهضر معاك وهو جالس على طاولة العشاء كيتعشى في كل هدوء وكل رومانسية. يعني كان كيهضر بواحد الطريقة اللي بحال ما دار حتى شي حاجة. في نفس الأسبوع توصلت جريدة سان فرانسيسكو بثلاثة ديال الرسائل من نفس المجرم. كل رسالة كان فيها واحد النص مشفر، رموز، حروف وشي أرقام غريبة. الرسالة الأولى كانت مكتوبة بخط يد دقيق، وفوقها كان مكتوب: هذه الشفرة اللي فيها هويتي، اللي حليتها غادي تعرفوني. الرسائل تفرقت على 3 ديال الجرائد مشهورة، كل وحدة كان خاصها ضروري تنشرها ولا القاتل غادي يزيد يقتل من جديد. بوليس سان فرانسيسكو داروا ما في جهدهم باش غادي يحلوا هاد الرموز او لا يفكوا الشفره ديال هاد الرموز، ولكن بصراحه ما قدروش. لكن المفاجاه جات من واحد جوج ديال الاساتذه ديال الرياضيات من عامه الناس. في ظرف 3 ديال الايام فقط قدروا يفكوا اول رساله من زودياك. النص اللي كان في هاد الرساله كيقول: انا كنقتل الناس باش نحصل على عبيد في العالم الاخر، ما غاديش توقفوني، وحياتي ممتعة وأنا كنصطاد البشر. الجملة كانت باردة، بلا ندم بلا رحمة، والشرطة هنا فهمات على أن القاتل ماشي قاتل عادي، قاتل باغي يلعب معاهم لعبة اللي هي طويلة. ما بين سنة 1968 وسنة 1970 زودياك نفذ 5 ديال الجرائم مؤكدة. الضحايا كانوا مختلفين، شباب رجال ونساء، ما كانش عنده نمط واضح، وهذه كانت اكبر صعوبة في القضية لانه ما كانوش كيعرفوا
يحددوا النوع ديال الناس اللي يختص بأن يقتلهم. بعض المرات كان كيهجم في الغابة، وبعض المرات كان كيهجم في وسط المدينة، ومرات كان كيلبس واحد القناع غريب اللي كانوا عليه الرموز، ومرة كيصيفط رسالات فيها رسوم ودوائر ونجوم، كلها تحت توقيع واحد، رمز الزودياك. في كل رسالة كان كيهين البوليس وكيقول لهم بالحرف: كاين بيناتكم رجال أغبياء، عمري ما غادي تشدوني. وكان فعلا عنده الحق، لأنهم كل ما تيحاولوا يحلوا شي خيط ديال القضية حتى كيتسد عليهم قضية واحدة أخرى. آخر رسالة كانوا توصلوا بها من زودياك كانت وصلت في 1974، كتب فيها واحد الجملة قصيرة ولكن كانت مرعبة: أنا مازال حي، وأنا مازال كنستمتع بمشاهدة الأفلام ديالي في التلفازة. ومن تما غيجي واحد الوقت ديال السكات، ما كاين لا جوته جديدة، لا رسائل ولا رموز، بحال الا الشبح اختفى وخلى امريكا كلها معلقه في السؤال: فين مشى الزودياك؟ واش مات ولا بدل الهويه ديالو باش يبقى عايش بين الناس؟ هنا غادي نخليو القضيه على جنب، وغادي ندخلو للعنصر الثاني اللي هو التحقيقات والنظريات باش نحللوا هاد القصه. التحقيقات والنظريات كتقول من بعد آخر رسالة في 1974 البوليس الأمريكي دار واحد المجهود خيالي باش يطيح الزودياك. 1000 صفحات ديال تقارير، مئات ديال الشهود، وملفات متشابكة بحال الخيوط ديال العنكبوت، ولكن النتيجة زيرو كيف العادة. كيدوروا في دائرة مغلقة، كل مرة كيطلع لهم اسم جديد. مرة قالوا راه معلم ديال الرياضيات، مرة قالوا راه عسكري متقاعد، كل مرة كيطلع لهم اسم جديد. مرة كيقولوا عليه معلم ديال الرياضيات، مرة كيقولوا شي عسكري متقاعد، وواحد المرة قالوا بأنه غير شي صحفي كيغطي على الجرائم ديالو. أشهر مشتبه فيه في هذيك الساعة كان سميتو آرثر لي آلين، كان ساكن قريب من أحد المواقع ديال الجرائم، وكان عنده ساعة مكتوب فيها نفس الرمز ديال الزودياك. واللي زاد الشكوك هو أنه كان كيعرف يستعمل الأسلحة، وكان عنده تاريخ كبير في السلوك الغريب. لكن رغم هاد الأدلة الكثيرة ما كانش حتى شي دليل قاطع ولو واحد اللي تيدل على أنه هو الزودياك، لا بصمة ولا سلاح ولا حتى شي دم. وهذا الشيء خلى القضية تبقى مفتوحة لأكثر من 50 عام. ندوزو للتحليل النفسي ديال المجرم. الخبراء ديال علم النفس قالوا على أنه الزودياك كان كيستمتع بالتلاعب، أي أنه كان كيشوف راسه فوق القانون، كيبغي يشوف الشرطة كتجري وراه وما كتلقاش. واحد منهم قال الزودياك ما كانش كيبغي القتل، هو كان كيستمتع بالإحساس ديال القوة. الرموز ديالو كانت معقدة بزاف، حتى أن البعض منها ما تفكاتش حتى في 2020. تخيل معايا أكثر من 20 عام وواحد الرسالة تقدر تفك اليوم فقط بفضل الحواسب والذكاء الاصطناعي. الرسالة اللي تفكات مؤخرا كانت فيها كلمات غريبة: ما كنتش أنا اللي على التلفاز، ما غاديش نطيح، وانا مازال عندي المتعة في اللعب معكم. الجملة الأخيرة كانت كافية باش تحس أن القاتل فعلا ما كانش باغي يتخبى، بالعكس كان باغي يعيش وسطنا. اليوم داز أكثر من 50 سنة على أول جريمة دارها الزودياك، والملف ديالها مازال مفتوح في مكتب التحقيقات الفيدرالي ال FBI. لا اعتراف، لا جثة، ولا حتى شي اسم رسمي. الناس هنا بقات كطرح نفس السؤال: واش الزودياك مات وهو كيشوف العالم كيهضر عليه، ولا مازال عايش وكيضحك علينا في شي دار صغيره؟ الناس كيقلبوا عليه حتى اليوم، ولكن حتى شي واحد ما توصل لشي نتيجه. يمكن ما نعرفوش الحقيقه كامله، ولكن المؤكد هو ان الزودياك ما كانش مجرد قاتل، كان مرآة سوداء شاف فيها المجتمع الامريكي الخوف ديالو الحقيقي. هنا أصدقائي غادي نوصلوا للنهاية ديال التحقيق ديالنا في قضية الزودياك كيلر، واحد من أكثر الملفات غموض في التاريخ. إذا عجبتك القصة ما تنساش تخلي لي لايك وتشترك معايا في القناة باش توصلك الحلقات الجاية من العالم ديال الجرائم والظلام والرعب. نضرب لكم موعد في الحلقة الجاية إن شاء الله، مع لغز جديد ومع قصة جديدة ورعب جديد. ولكن ديما دير في بالك، الظلام عمره ما كان بعيد.